boundaries my favorite topic. really يعني أنا كلمة boundaries أو الحدود كانت بالنسبة لي أول ما ابتديت رحلة الأمومة. يعني إيه يعني إيه والله العظيم، يعني دخلت كورسات كتيرة وما فهمتش خالص بجد. يعني اللي هو بيدولي أمثلة وكده وبعدين التطبيق ماشي. احنا هنوضح جانب معين النهاردة إن شاء الله يبسط الموضوع بالنسبة لكم. ونبدأ بأول سؤال: هل فكرتي قبل كده إن الحدود اللي بتحطيها في البيت مش دايماً عن طفلك؟ ممكن تكون عنك أنتي وعن احتياجك للراحة أو المساحة أو الأمان؟ إحنا اتعلمنا إنه الحدود معناها تحكم، أو نقول لأ وخلاص. لكن الحقيقة الحدود الحقيقية هي لغة حب واحترام للنفس. الحدود بتقول إيه؟ بتحدود تقول أنا كمان إنسانة ليا حدود، أنا كائن مادي هيومن، ليا طاقة محدودة، ليا مساحة محدودة، ليا وقت محدود. ولما نحط الحدود من المكان ده بالأونرينج بتاع الهيومانيتي بتاعتنا اللي إحنا مش خارقين، بيتحول الصراع للاتصال. طب يعني إيه حدود تكون عني مش عن ابني؟ هقولك، الحدود مش قوانين مفروضة، هي اتفاق داخلي بينك انتي وبين نفسك انتي. انتي عارفة عشان امان طفلك انا محتاجة مثلا 10 دقايق بعد ما ارجع البيت قبل ما اتكلم. ده مش تحكم مثلا، دي انتي حطيتيها لنفسك عشان تحمي نفسك وتحمي طفلك برضو، عشان انتي لو تعبتي مش هتعرفي تتعاملي مع طفلك. وطفلك مش ضروري يعجبه الموضوع على فكرة. ده مسؤولية الأم القائدة عشان تنظم الستراكتشر بتاع البيت وتنظم طاقتها في الحالة دي. الطفل لما يشوفك مع الوقت بتحمي طاقتك بيتعلم يحترمها كمان، وده بيخلق الاتصال الأعمق بدل المقاومة. في الأول ممكن يقاوم، بس مع وجودك حضورك والتدريب هنا بنخش في مرحلة التريننج وهحمل قد إيه بيقدر يستحمل. الموضوع زي ما قلت هو موضوع كبير مش بسيط. أنا النهاردة هحاول أبين لكم جزء منه في المفهوم عشان نفهم إن الحدود it's not about the child، هي مسؤولية القائد في البيت مش مسؤولية الطفل. وإن الطفل ما يعجبوش الحد ده مش معناته الحد غلط. تمام؟ ماشي، نرجع للسؤال اللي بعده. إيه الفرق بين الباوندري صحية وباوندري أو رول قاسية مثلا؟ في البوزيتيف ديسيبلين الدكتورة جين نيلسون بتقول إن الطفل يحتاج ارتباط وحزم في نفس الوقت، أو بيقولوا يعني حزم وحنان في نفس الوقت. firm and kind boundaries. ماشي، ده يعني إيه؟ الباوندريز الصحية بتحمي العلاقة، بينما الرول القاسية بتفصلها. وفي الكونشس بيرنتينج بتوضح إنه الحدود لازم تبدأ من وعي الأم بذاتها، لأنك مش هتعرفي تخلقي أمان لطفلك وانت مش حاسة بالأمان الداخلي. يعني الأول الأم محتاجة تكون واضحة مع الحدود وحاسة هي نفسها بأمان مع الحدود. مثلا يعني لو الأم حاسة إنه الحد ده مثلا إنه ياكل على الترابيزة مش برا، هي مش في أمان معاه عشان هي حست قبل كده اللي هي كانت يعني عندها مشكلة مع الموضوع ده مثلا، ده الأحسن نغيره. يعني كل حد بتحطيه من مكان وعيك هو خطوة في بناء الكونكشن الاتصال. ازاي أبدأ أمارس الحدود بطريقة خفيفة ومش قاسية؟ دي مشكلة أغلب الأمهات. زي ما قلت من شوية، نفس المبدأ إن نبدأ من نفسنا مش من الطفل. الحدود مش حاجة بتتحط كده وخلاص وفي آخر ثانية، محتاجين نفكر فيها. إيه أول حد محتاجاه أنت دلوقتي يحمي طاقتك؟ ده في مجال طاقتك مثلا وقت نومك، هو حد عدم الرد على التليفون بعد 9 بالليل، هو حد 10 دقايق لنفسك في الصبح قبل الشغل، هو حد. الحدود دي بتخلي يومك أخف وأوضح.
لما إحنا بنطبق ده مع نفسنا بطريقة صحية هنعرف بعدها نطبق الحاجات التانية مع ابننا. خلينا نعمل تمرين، اكتبي حد واحد لنفسك الأسبوع ده، واحد بس، وحاولي تحافظي عليه. ولو ما حافظتيش عليه برضو حلو، ممكن ساعتها تشوفي تسألي نفسك، تقعدي مع نفسك تكتبي ايه اللي خلاني معرفش احافظ على الحد ده، ونفهم. سؤال ختامي، ايه الحد اللي نفسك تحطيه لنفسك قبل ما تحطيه لطفلك؟ الحدود مش جدران بتفصل، الحدود جسور بتوصل. لما نحترم نفسنا أطفالنا بيتعلموا يحترمونا ويحترموا نفسهم، وده هو جوهر كلاريتي في كلير. كونكشن كمان، ومعاها الخفة، اللايتنينج، لأنه الوضوح بيخلق خفة. فكري النهاردة إيه الحد اللي محتاجاه، مش علشان تسيطري ولكن علشان تحبي نفسك أكتر. خلينا نحب الحد، الحد هيحبنا. كنت معاه ويك اب مامس.